شوفوا شنو غيوقع لهذا الشاب هذا بسبب داكشي اللي غادي يدير مع باه. هذا واحد الشاب في عمره 30 سنه، والاب ديالو عجوز في عمره 85 سنه، وعايش مع باه بما يرضي الله، وباه مريض. واحد النهار مسكين غادي يجي واحد الكريز وعاد شدو واحد الحاله اللي خطيره جدا وغادي يديه للطبيب. وهذا الدري هذا مسكين فقير ما عندوش، وتيحلم حتى هو باش يتزوج ويدير وليدات ويدير دويره ويتستار بحالو بحال الناس، وهذا هو الحلم ديالو. ومن دباه للسبيطار داروا ليه الفحوصات والاشعه والراديونات والتحاليل، وفي الاخر قالوا لهذا الابن هذا، قالوا ليه الاب ديالك خصو يستقر عندنا في السبيطار، ما خصكش تديه، الحاله ديالو راه خطيره وخصنا نقابلوه. فالدري شاف المصلحه ديال باه فوق كل شيء، قال لهم واخا ماشي مشكل، وداو لواحد البيت ديال العنايه وحطوه فيها. وهاد الدري مشى عند باه قال ليه شوف با، انا هو التراب ديال رجليك والخدام تحت رجليك، وانا ما غاديش نتفارق معاك ولو لحظه، وانا معاك تيدير الله اللي فيها الخير. ومع العلم ان هاد الشاب هذا اللي عنده 30 سنه عنده خوت اخرين، وما كيتسنى حتى من شي واحد يجي بر بباه، هو اللي كيقلب على البر ديال باه، هو اللي كيقلب على الرضا ديال باه. وفعلا بقى مع باه في المستشفى. وشنو دار؟ جاب الزربيه ديال ديك الصلايه اللي كيصلي عليها وفرشها على الارض في جنب السرير ديال باه، جيت رجليه وتما كينعس في الليل، وتيقابل باه تيوكلو كيشربو كيعطيه الدواء وكينظفو، كلشي كيديرو تحته كينظفو. وبقى غادي معاه في هذه الحاله خوتي واحد النهار، وفي نفس الغرفه فيها جوج ديال الاسره، وكيفصل بيناتهم واحد ليزار، واحد الستار، ودخلوا واحد الراجل كذلك كبير في السن وحطوه في داك السرير الثاني. ومع مرور الايام هو يشوف هذا الراجل العجوز اللي معاه في الغرفه اللي حدا باه، اللي كيفرق بيناتهم غير الستار، ما كتجي عنده لا زوجه لا بنات لا ولاد لا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما كيجي عنده، وبقى فيه مزيان. وهذا الدري هذا هو ينوي في النيه ديالو، قال والله لا اجبر بخاطر هذا العجوز لوجه الله سبحانه وتعالى، نوى باش يجبر بالخاطر ديال هذا الرجل الكبير في السن لوجه الله. ومن صار بين الناس جابرا للخواطر انقذه الله من جوف المصائب. وفعلا كيف ما ولا كيدير مع باه ولا كيدير مع داك الراجل المسكين، وقال لك انا كاين وكنخدم با كنخدم با نخدم حتى هذا لوجه الله. وفعلا ولا كيعطيه الدواء ولا كيلبسو ولا كيوكلو ولا كينظفو ولا مقابلو بحالو بحال باه. ودازت واحد الايام اخوتي، والاب ديال هذا الابن هذا غادي يتوفى، وغادي يديوه وغادي يدفنوه وغادي كل شيء، وعيسالي المراسم ديال العزاء، وعاد دوز واحد 3 ايام 4 ايام، هو غادي يتفكر هذاك العجوز اللي خلاه في المستشفى اللي كان معاه في نفس الغرفه ديال باه، وغادي يمشي بنفس السجاده اللي كان تينعس عليها في البيت ديال باه، وغادي يمشي لعند داك العجوز وغادي يبقى يفرشها على رجليه في الارض، وغادي يبقى ينعس وغيبقى يبات معاه، وغيبقى يدي ويجيب معاه في الهضره، وغيبقى يوكل وغيبقى يشرب وغيبقى ينظف وغيبقى مقابله على احسن وجه. تاع دوز واحد 3 شهور، وهذاك السيد مسكين غادي يبرا وغيتشافى وغادي يخرج من المستشفى. ومني غادي يخرج من المستشفى هذا الابن هذا اللي مات ليه باه ما عارفوش اصلا، ما عارفش هذا العجوز شنو كيخدم، واش كيخدم ولا ما كيخدمش، واش عنده ولا ما عندوش، ما عارفوش، ما داخلش معاه في التفاصيل كاع، ولكن كيتواصل معاه وكيصل معاه الرحم وكيزيد يجبر بالخاطر ديالو. واخا خرج من المستشفى كيتواصل معاه بالهاتف. وغادا دوز 2 سنين، ومن بعد هاد 2 سنين هادو هذاك السيد الثاني مسكين غادي توافيه المنيه وغينتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى. وعاد دوز واحد الايام، وهذا الابن هذا غيجي واحد التليفون، ومنين غيجي التليفون؟ غيجي من الابناء ديال داك العجوز الثاني اللي مات.
ويعيطوا ليه يقولوا ليه واش انت فلان فلان، يقول لي حنا اولاد فلان، حنا راه بغيناك ضروري تجي عندنا، ويعطيو الادريس، وفعلا غادي يمشي لعندهم. غادي يقولوا ليه شوف الوالد ديالنا عاود لينا عليك حتى مني كنت معاه في السبيطار ومني قابلتيه، وحتى مني خرجت من السبيطار وبقيتي كتواصل معاه، وحنا الولاد ديالو وكنعيشوا في الخارج، وما كانتش مساعدنا الظروف باش نجيو قابلوا بانا في المستشفى، وبا راه حكى لينا على كل شيء. والاب ديالنا كتب لنا واحد الوصيه، وحنا ما نقدروش نخالفوا الوصيه ديال الاب ديالنا لاننا كنبغيوه. وهو داك الابن قال لهم شنو كتب لكم، لانه ما كانش عارف هاد الاب ديال هاد الولاد فاش خدام، او شنو عنده او شنو ما عندوش. هما دوك الولاد ديالو قالوا ليه شتي هاد العماره اللي انت فيها عماره فيها 4 ديال الطوابق ومن التحت كلها مكازات. قال لهم قال لهم الاب ديالنا كتبها لك بيعا وشراء، وهذه هي الوصيه ديالو. وهاد العماره راه من هاد اللحظه اللي سمعتي فيها هاد الهضره هادي، راه العماره راه ولات ديالك. سبحان الله سبحانه وتعالى الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو من قال على نفسه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وشوفوا الله سبحانه وتعالى كيفاش جاز هذا الابن هذا بالبر ديالو الاب ديالو، وبجبر الخاطر لهذاك العجوز. شوفوا الله سبحانه وتعالى هذا الابن كيفاش كان فقير، وكان كيتمنى غير يتزوج ويتستر ويدير وليدات بحالو بحال الناس. وشوفوا كيفاش الله سبحانه وتعالى كافاه وجزاه على البر لوالديه، وأجبر بخاطره كما أجبر بخاطر ذلك العجوز. وهي قصة حقيقية. كنتمنى خوتي تعجبكم هذه القصة وتاخذوا منها عبرة، وراني دائما أحبكم في الله، ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد القصة الإخوة اللي سمعتو راها قصة حقيقية، وبغيناكم الإخوة تبارطاجيوها وديروا لها واحد لايك وتعليق يكون زوين، وتابونوا في الصفحة الإخوان باش نوصلوا واحد 300 إن شاء الله. المهم الخوت ما كرهناش نوصلوا مليون، علاش؟ راكو أنا عارفكم قادرين ديروها الخوت، عارفكم قادرين ديروها وتفوتوها. المهم الخوت هاد الفيديو بغيتكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد من هاد القصة اللي سمعتو في هاد الفيديو الإخوان. الله يستر عليكم.